أهل السنة يؤمنون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليهم من كل شيء بعد الله، فأحب شيء إلى أهل السنة الله وحده جل وعلا، ثم النبي صلى الله عليه وسلم هو أحب الناس إليهم فوق محبة النفس والمال والولد، ثم الأنبياء بعده عليه الصلاة والسلام، ونحن على ذلك، نحن على طريقهم نشهد الله أنه أحب إلينا من كل شيء بعد الله، نشهد الله أنه أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأولادنا وخيرنا، والله لو أنه شرع ذلك لشرعنا إليه ودعونا إليه عليه الصلاة، والله لو شرع ذلك لدعونا إليه ولشرعنا إليه وكتبنا فيه الكتابات، ولكنه ما شرع ذلك ولا فعله أصحابه. ولكن اليوم عدو الناس من نهى عن عوائدهم وأباطيلهم التي اعتادوها، فإذا نهوا عن باطل وعن بدعة قالوا هذا يبغض النبي، هكذا قالوا النبي لما دعاهم النبي لا توحيد الله والإخلاص له، قالوا محمد يبغض عيسى بن مريم عليه السلام، قالوا يبغض عيسى لأنه نهى عن عبادة عيسى عليه السلام. وهكذا الدعاة من قديم الزمان إذا دعوا إلى توحيد الله قالوا هؤلاء يبغضون الصالحين ولا يحبون الصالحين، لأنهم قالوا لا تعبدونهم مع الله، حبهم باتباع الطيب، باتباع أخلاقهم الطيبة وبالأخذ بأعمالهم الطيبة، هذا حبهم، حب النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه واستجابة على منهاجه وتعظيم سنته والدعوة إلى ذلك والنبي عنها، هذا حبه عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم.